أهلا بكم وتجارب حقيقية، والعهدة دوما على الراوي. كلنا بنمر بمواقف غريبة مش فاهمين لها تفسير. كلنا بنقف قدام حاجات بتحصل لنا ونقول هو ده بجد؟ هو أنا كنت بحلم ولا ده حصل؟ هو أنا كان بيتهيأ لي ولا اللي بيحصل حواليا ده حقيقة؟ إيه ده؟ هو اللي يونس بيقوله في القصص والحاجات دي ممكن يحصل بجد؟ يا يونس أنا اللي أنت بتحكي عليه أنا مريت بيه. هو الجاسوم ده ما طلعش أكل طابق على نفسي وطلع الموضوع بجد؟ هو الموضوع مش نفسي بس ولا حاجة وفي حاجات من عالم آخر ما نفهمش عنه حاجة؟ أيوة، مش هنضحك على بعضنا، في عالم آخر كبير جدا غامض محجوب عنا، إلا البعض اللي اخترقوا لأسباب لا يعلمها إلا الله، لكن إحنا مش محجوبين عنه خالص. تعالوا نبدأ التجارب، سلموا على بعض في التعليقات وانا بحب الحالة الجميلة اللي انتوا بتعملوها في السلامات والحاجات العظيمة اللي بتحصل. في الشارع اللي ورا بيتنا حصل خناقة كبيرة بين 2 صحاب، وخلصت بسرعة غريبة وانتهت نهاية مرعبة. خبطة ثم زقة، واحد وقع على الرصيف واللي حواليهم افتكروا انه هيقوم لكنه ما قامش. كل حصل في دقيقتين حرفيا. الشارع اتغير بعدها الأسابيع، ومش عشان الناس بتحكي كتير عن الخناقة، لأن الناس سكتت. المهم واحد مات. أيوة، انت بتسأل؟ واحد مات. الشخص اللي مات كان معروف وكنا حافظين صوته وطريقة كلامه. بعد الحادثة المحل اللي قدام المكان بقى يقفل بدري. صاحب المحل قال ايه؟ أنا كل ليلة بعد الساعة 12 بسمع صوت حد بيجر رجله كده من ناحية الرصيف لحد ناصية الشارع، بس ما بشوفش حد ولا بتخيل بأي أثر، بس بسمع جر الرجلين وهوب هبدأ على الأرض. قلنا في الأول حاجة مش بيتهيأ لنا. عايز أقولك يا يونس، وأنا راجع البيت في ليلة متأخر سمعت الصوت الهبدة اللي الراجل حكى عنه بالظبط زي ما وصفه، وقريب بما فيه الكفاية إنك تقول إن في حد ماشي وراك. لفيت تلقائيا، مفيش حد، المكان فاضي، لمبة المحل المقفول منورة الرصيف اللي وقع عليه الراجل اياه. صاحب المحل بقى يخاف ويقفل بدري زي ما قلت لك. الايام اللي بعد كده في اكتر من حد قال انه لمح خيال الشخص اللي مات، او شاف حد ملامحه قريبة منه، وانه شاف بقعة الدم اللي كانت من اثر الوقعة لما الراجل اتخبط في راسه من ورا، وانها بترجع تظهر في نفس المكان رغم ان الارض اتنضفت بعدها كتير جدا. انا ما بصدقش في الحاجات دي يا يونس من الاخر، بس اللي حصل يخليني اقف واقول الموضوع مش نفسي دايما. الشارع بقى مختلف، الناس لما بتعدي منه بالليل كل الناس بتسرع خطوتها لا اراديا، يعرفوا او ما يعرفوش. اصحاب البيوت اللي على الناصية التانية من المحل وجنبه بقوا يقفوا وهم بيعدوا يبصوا وكأن هم مستنيين حاجة تحصل، يطلعوا بيوتهم يقفلوا شبابيكهم من بدري. يا راجل ده كلاب الشوارع ما بتروحش المنطقة دي مع انها كانت بتشغي. وعشان اكون صادق ودقيق، انا ما شفتش حاجة ولا حاجة اتجسدت لي، لكن في بعض الحالات لما بيحصل موت مفاجئ وعنيف بيحصل حاجات زي كده. قول لي بقى يا يونس ان انا مريض نفسي. لا يا سيدي، مش مريض نفسي ولا العفو، ولا انا اقدر اقول انك ده مريض نفسي. انا حتى لما بطلب من الناس انها تستعين بالطب النفسي دي نصيحة اخوية، لكن اللي انت بتحكيه معناه ان في حضور قوي في المكان، وفي الغالب بيبقى القرين جن موجود، لكن ارجوك بلاش تقول روحه موجودة والكلام ده، مفيش الحاجات دي، والله اعلم. تجارب حقيقية. عندك تجربة عايز تشاركنا بيها على فيسبوك
ادخل على جروب عيلة أحمد يونس، والجروب فيه فوق 230 ألف مشترك، ودور على البوست بتاع التجارب واسأل، و200 ألف واحد هيدلوك الحقيقة. واكتب التجربة بتاعتك زي التجربة اللي هنقولها. أنا اتجوزت في بيت عيلة، وأكيد كتير منكم عارفين يعني إيه بيت عيلة. بيت من 3 أدوار مبدئيا، وكان حماية وحماتي في الدور الأول، وأخو جوزي ومراته في الدور الثاني، وأنا جوزي واخد بقى الدور الأخير، وفوقينا السطوح. المهم بعد جوازي لاحظت ان مرات اخو جوزي معاملتها كانت سخيفة شوية، ولا كأني جاي اخد منها حاجة يعني، ومش عارفة ليه. قلت عادي، السلايف بقى، انتوا عارفين مركب السلايف ايه ومركب المش عارف ايه زي ما بيقولوا، وعروسة ولسه جديدة واصغر منها وكده يعني. بس رغم كده انا شقتي كانت دايما مفتوحة ليها، اي حاجة عندي ما بخلش عليها بيها ابدا، اعمل الحاجة واودي لها منها. وبمرور الوقت بدأت تفتعل معايا مشاكل بسبب وبدون سبب، ورغم ده كنت اقول معلش هتحمل، ما هو جوزي برضه وبيت جوزي وما عنديش اختيارات، ما اقدرش اقول له نمشي من بيت العيلة ممكن يطلقني. وفي يوم انا حلمت حلم غريب، حلمت ان حد عمال يخنق فيا والدنيا ليل، وكنت حاسة ببرد فظيع في كل جسمي، وفضلت اصرخ في الحلم وصحيت مفزوعة. تاني يوم كنت قاعدة مع جوزي سهرانين، فجأة النور اتقطع. دورت على تليفوني عشان انور، في اللحظة دي اتهيأ لي ان شفت في الضلمة حد ماشي. اتخضيت وسألت جوزي انت شايف اللي انا شايفاه؟ قال لي لا مفيش حاجة. وفضلت اتكلم معاه واحكي له شفت ايه، وفجأة لقينا نفسنا بنزعق. احنا كنا بنحكي، الدنيا اتطورت وهوب بقى في خناقة، والموضوع اتطور وقلب لخناقة، وكل واحد فينا راح ينام في أوضة تانية. احنا كنا بنحكي وهو بيتريق عليا، انا معرفش الدنيا اتطورت لخناقة ليه. وعدى كام يوم وكنت واقفة في المطبخ بالليل، وبعدين حسيت ان في حد واقف ورا مني. بتلفت اتخيلت ان في واحد ماشي في الصالة، اتفزعت وهو في نفس اللحظة اختفى. كنت خايفة، جسمي بيتنفض وبيترعش كأن الكهرباء ماسكة فيا، مش عارف امسك اعصابي، وعمال ادعي ربنا واستغفر كتير، وجريت الأوضة وغطيت نفسي ونمت زي العيال الصغيرة لما تخاف. كنت في الفترة دي حامل في الشهور الأولى، بقيت خايفة من التوتر يجيلي إجهاض. التعب زاد عليا الحقيقة، والجنين مات. عدى وقت وحملت تاني، وحصل إجهاض تاني. الدكاترة كانوا مستغربين وقالوا مفيش سبب واضح للإجهاض، انت بتحركي؟ قلت لأ، كل حاجة بيسألوني بقول لأ. لقيت حاجة بتقول لي في ودني ان انا معمول لي سحر. بدأت احاول اكدب ايه اللي انا بقوله ده، لكن في حاجة في ودني بتقول لي كده. وشكيت في مرات اخو جوزي، لان مفيش غيرها هي اللي ممكن تعمل كده. بس انا ارجع واقول اظلمها ليه؟ يومها عيطت كتير جدا، وفضلت اطلب من ربنا يديني اشارة عشان ما اظلمش الست دي. وقلت يا رب لو هي اللي عاملة ليا العمل ده او السحر اديني اشارة او علامة علشان اطمن. فضلت ادعي، لكن اللي حصل ان باب الاوضة اللي انا قاعدة فيها سمعته بيتفتح واتقفل، وكنت لوحدي قسما بالله في البيت. مش هقولك بيتهيألي، لا ما بيتهيأليش، لان الرزعة حصلت مرة تانية. عدى كام يوم كنت ماشية في الشارع، وبعدين لقيت حاجة في ودني بتقول لي هيحصل لها حادثة. مفيش يومين عربية خبطتها واتنقلت المستشفى، وربنا ستر وكان الموضوع على قد كسر، ورجعت متكبسة وبيسندوها. هل دي هي العلامة؟ طلبت من جوزي ان احنا نسيب البيت. الاغرب ان انا جوزي وافق، ما عانتش في اقناعه خالص. وفضلت قبل النقل قاعد على سجادة الصلاة واقول يا رب يا رب يا رب عدي الايام اللي باقية، يا رب عدي الايام اللي باقية. كنت قاعدة كده ورا مني بلكونة الأوضة، والبلكونة ليها ستارة. سمعت صوت الستارة بتتسحب ببطء شديد جدا، صوت الحلقات بتاعتها. لفت بسرعة ورايا، الستارة كانت واقفة ومفيش حاجة بتتحرك،
لكن في اثر حركة بسيطة كده اللي هي الستارة كانت لسه واقفة من ثواني. ونقلنا شقة ايجار، حياتي اتظبطت وبقينا كويسين مع بعض. لكنها اتصلت بيا مكالمة وقالت لي: هو انت سبت البيت ليه؟ هو انت بتتكلمي عليا ليه؟ هو انت بتروحي لشيوخ يعالجوكي وتقولي لهم ان انا عامله لك سحر ليه؟ قلت لها: ايه اللي انت بتقولي؟ ايه الكلام ده كله؟ لا بجيب سيرتك لا بخير ولا بشر ولا عايزه يكون في بينا تعامل اصلا. ضحكت وقالت لي: مش عايزه يكون في تعامل؟ عينيا الاتنين، ولا انا عايزه اعرفك تاني، بس ما ترجعيش تعيطي في الاخر. المكالمة دي يا يونس حصلت بالظبط بقالها دلوقتي اسبوعين. مش هقولك ان حصل حاجة، لكن انا الرعب نفسه ملبش في جدتي وجسمي وخايفة. لو حصل حاجة اوعدك بجد ان انا هرجع واحكي لك. تجارب حقيقية والعهدة على الراوي. ويلا نروح لتجربة بعد كده. كان لازم استلم جثمان قريب لينا من المستشفى، والورق خلانا نستنى عند مغسلة الأموات أكتر من الوقت اللي توقعته. المكان بعيد عن زحمة المستشفى شوية وهادي بطريقة مرعبة. مش مرعبة يعني بالشكل الغيلاني يعني، لكن فيه هيبة الموت اللي تخليك واقف مش عايز تتكلم. الناس اللي شغالة هناك متعودة طبيعي على المكان، ناس هادية مش بتحب ترغي. أنا كنت واقف في ممر جانبي وفي باب خشب وفي نصه إزاز. مكنتش عايز أبص، لكن ودني كانت شغالة. سمعت حد بيكح من الناحية دي، وبعدها نشف ريقي أكتر وخوفني أكتر إن أنا سمعت على الباب 3 خبطات ورا بعض معرفش، وكانوا جايين من الناحية التانية. لقيت واحد من العمال رفع عينيه للباب وبصله بصة كده وسكت وكمل شغله عادي. فقلت له: الباب. قال لي: لا، الهوا يعمل اكتر من كده، ما فيش داعي للقلق. قلت له: هوا ايه اللي يخبط على الباب؟ في حد ورا الباب. قال لي: عشان ترتاحوا خالص. قام فاتح الباب وشد المقبض بتاع الباب ووقف يبص وشاور لي. قال لي: الباب اهو، شايف حاجة؟ فتح الباب وقف يشاور وقال لي: شايف انت حاجة؟ بصيت لسه وانا بركز قوي علشان ابص كان الباب اترزع. سمعت وانا قريب من الحيطة، سمعت صوت خبط على الحيطة نفسه، زي ما يكون عايز اقول لكم ايه، عارفين كده اللي هي الدق على الحيطة، دق بسيط قوي على الحيطة. هو في ايه؟ اعصابي باظت والرعب اتمكن مني. لما خلصنا ومشينا سألت راجل كبير كان معانا اذا كانت الاصوات دي عادية ومعتادة. قال لي جملة بسيطة جدا: كل حاجة هنا عادية، اصل الاموات حياتهم برضو غير حياتنا. حياة الاموات يعني ايه؟ انا اعرف الحياة البرزخية في القبر، لو على قد فهمي، لكن حياة الاموات في الثلاجات مرضيش يفسر اكتر من كده. ومن يومها وانا بقيت فاهم الجملة دي، لانك في الاماكن اللي فيها اخر لحظات في عمر البشر، او اللي بتشهد النهايات، او اللي بنروح لها واحنا منتهين، ما ينفعش نستوعبها ونتعامل معاها بتعامل العقل البشري العادي وبقواعدنا العادية. لا 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 خالص، دي قواعدها خاصة جدا. اي خبطة، اي نفس، اي احتكاك ممكن يعدي على غيرك عادي في الحياة العادية، لكن تيجي هنا وتحترم قدسية الموت.
والله 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 وانا يا يونس بكتب لك التجربة دي انا متأكدة ان انا مش لوحدي، لان في تفاصيل كتير كنت نسيتها بس افتكرتها دلوقتي. اضطريت أأجر شقة مفروشة شهرين بسبب الشغل. الشقة كانت كويسة وفي عمارة محترمة الحقيقة، لكن من أول يوم حسيتها غريبة، زي ما يقولوا كده إيه، تقيلة على القلب. مش عشان العفش قديم أو علشان إن معظم الحاجات اللي فيها بايظة، لا، كل حاجة فيها مترتبة ترتيب غريب، دقة تقولش حد راح مشوار وراجع. وأنا دخلت في الوقت ده الرهبة حاسس بيها من تفاصيل زي ان في كوباية واحدة في المطبخ معزولة عن باقي الكوبايات ومكتوب عليها خاص، في درج في معالق في كيسهم ومكتوب عليهم خاص، وسجادة في أوضة النوم عليها تيكت خاص. في ايه؟ اول اسبوع عدى عادي، وبعدين ابتديت اصحى كل يوم تقريبا على صوت مفتاح بيتحط في الباب او صوت تكتكة المفاتيح في الباب. طب كلنا عارفين الصوت اهو. تخيل تبقى قاعد لوحدك وتسمع صوت المفتاح بتاع الباب بيلف، عايز تحس بايه يا عم؟ وبعد كده يسكت. اقوم انط من مكاني واروح ناحية الباب افتح، مفيش حد خالص. سألت البواب اللي بيتهيألك. صوت تكات المفاتيح هدي بقى على الهادي، وكأنه بيقول لي ايه، ما تخافش، زائر هادي. تك خفيفة. وفي ليلة وانا راجع متأخر وقفت قبل ما افتح، كان عندي احساس مش ولا بد. بصيت على السجادة الصغيرة قصاد الباب، لقيت عليها اثر لفردة جزمة واحدة ما كانتش موجودة قبل كده، ما انا يعني مش مخبول. دخلت متوتر ولقيت الشقة زي ما هي، بس في اوضة النوم المخدة التانية على السرير كانت متحركة سنة بسيطة. قلت يمكن بيتهيألي، بس انا وانتوا يعني لو انتوا عارفين انا شخص دقيق جدا، وزي ما بيقولوا عليا بالمصري محسوك، والحاجة اللي بتتحرك انا حافظها كويس. نمت يومها بالعافية، وقبل الفجر بلحظات صحيت على صوت سوستة شنطة بتتفتح وبتتقفل في الصالة. ودي كمان هيتهيألي سوستة شنطة بتتفتح. قلت انا مش هخرج اشوف، انا خايف. سكت شوية، الصوت موجود. الله، في ايه؟ فضلت قاعد مكاني لحد الصبح ما طلع. لما خرجت لقيت شنطة اللابتوب اللي سايبها على السفرة مفتوحة فعلا، مع اني كنت قافلها، وده اللي خلاني ما قعدتش لما كمل الشهرين وسبتها ومشيت. قول لي بقى يا يونس ان انا مريض نفسي زي ما انت كل ما حد يقول لك حاجه تقول له الجا للطب النفسي. وانتوا يا جماعه جايين عليا كده، ما تلجأوش للطب النفسي يا جماعه، انا اسف، ما حدش يلجأ للطب النفسي ولا يهمكم خالص. انا ماليش دعوه. تجارب حقيقية، وصاحبة التجربة الجاية بتحكي وبتقول أنا من المنصورة وبدرس في القاهرة، وفي يوم كنت مسافر القاهرة وركبت الأتوبيس من عند الموقف الجديد. الأتوبيس كان عدد الموجودين فيه قليل، يعني حوالي 10 بني آدمين، لكن لاحظت إن في شاب قاعد على الكرسي اللي قصادي ساند راسه على الإزاز. عموما يعني عادي، بتحصل، الجو عادي والدنيا ساكتة، كل واحد سرحان في حاله وفي همه. كنت كل شوية أبص في المراية الصغيرة اللي فوق السواق لا إراديا، ولاقيني ببص على الشاب اللي ساند راسه على إيه؟ على الإزاز، ما كانش بيتحرك.
كل ما الاتوبيس يقف على مطب او يلف ملف راسه ما بتتهزش زي اي بني ادم او اي حاجه راكنه، يعني ثابت ثبات تام. وصلنا القاهره والكل نزل عادي ما عدا الشاب ده، فضل مكانه ثابت زي ما هو. انا اتحركت اتكلم او اكلمه، لكن لما جيت انزل قلت للسواق في واحد لسه ما نزلش تقريبا نام. السواق بص في المرايه لحظه زياده وقال لي واحد مين؟ هو فين؟ لفيته بصيت ما لقيتش حد. اقسم بالله كان في حد، اقسم بالله شفته. ممكن اكون سرحت ونزل يعني، ممكن التعب خلاني اتخيل، بتخيل طول الطريق. وانا بنزل لمحت على الازاز اللي كان ساند عليه اثر، عارفين لما نسند بجبهتنا كده وبيبقى عرقانه يعني كده، فبتعمل شلفطه على الازاز، هو ده اللي كان موجود. رجعت البيت وكل ما افتكر احاول امنطق الموضوع، يعني اخليه منطقي شويه. التفسير المنطقي موجود ان ممكن تهيؤات، هلاوس، لكن انا ما كنتش بهلوس، والله العظيم ما كنت بهلوس خالص. شكله وملامحه وتفاصيل وشه محفور جوه دماغي. تقدروا تقولوا لي بقى ده كان ايه؟ لسه مكملين المواقف اللي حضراتكم بتشاركونا بيها، ولو عندكم موقف، اي حد عنده موقف وعايز يشاركنا بيه، ادخل على الجروب بتاعنا على فيسبوك عيلة احمد يونس. الجروب اسمه عيلة احمد يونس. في كام؟ اتاكد بس ان في العدد اللي انا بقوله دايما فوق ال 230,000. اقل من كده جروب غير رسمي وانا مش مسؤول عنه. واسال على البوست الخاص بالتجارب واكتب تجربتك زي اللي هنقوله برضو دلوقتي. في الشغل القديم كنا بنخزن ورق واجهزه قديمه في مستودع تابع للشركه، ومره اضطريت ابات فيه مع زميل ليا عشان نستلم شحنه بدري. المستودع كان فيه منطقه صناعيه هاديه جدا بالليل، اي منطقه صناعيه بتبقى مخيفه، والمبنى نفسه كبير لكن نصه فاضي. قعدنا في اوضه صغيره فيها مكتبتين وكنبه، وقلنا ننام كام ساعه. وحوالي الساعه 2 الفجر صحيت على صوت كراتين بتتحرك في المخزن الكبير. الصوت واضح، كرتونه بتتحرك على الارض. صحيت زميلي وفعلا سمعنا الصوت احنا الاتنين اهو. اول حاجه ما بيتهيأليش، فتحنا باب الاوضه وبصينا من بعيد، المخزن مضلم الا اللهم الا لمبه صغيره في اخره. ما شفناش حد ولا اي حاجه، فقلنا قطط، هو ده التفسير الوحيد. 10 دقايق وسمعنا صوت تقليب ورق، كان حد جايب كشكول وبيقلب ورق بسرعه وبيفر في الورق. بس الصوت ما كانش جاي من المخزن الكبير، كان جاي من الرف اللي جنب اوضتنا اللي فيه ملفات قديمة، وكأن حد جايب كشكول وعمال يقلب في الورق ويفر فيه. الله، قمت بقى متعصب. اول ما فتحت الباب الصوت وقف، قفلته، رجع الصوت. ده حد بيلعب معايا بقى. ورجع يتكرر والدنيا تسكت وترجع. زميلي قال لي بقول لك ايه، سيبك، كبر دماغك، المكان اللي زي كده بيبقى في حاجات غريبة. هو الحقيقة كده ما طمنيش، هو صعب عليا الموضوع اكتر. شميت في الوقت ده ريحة حاجة بتتحرق، تحديدا ريحة ورق، ولا في نار ولا دخان ولا اي حاجة. فضلت قاعد لحد الفجر. في الوقت ده سمعت صوت تكتكة دباسة شغالة. التكة الصغيرة دي عارفينها؟ كانت جاية من المكتب. ده في موظفين بقى ولا ايه؟ خرجت بسرعة، لقيت على الترابيزة ملف مفتوح وفعلا في دباسة مرمية جنبه. معرفش كانت مرمية اصلا ولا لا، الله اعلم. هل الملف كان مفتوح من بدري ولا لا؟ برضه الله اعلم. لا انا فاكر ما كانش فيه ملف، ما كانش فيه دباسة. استغفر الله العظيم. دخلت جوه وشغلت قرآن، وبعد اذان الفجر زي ما قلت لكم الدنيا هديت خالص، واستلمنا الشغل. وقلت انا مش هقعد في المخزن ده بالليل تاني لو السما اتطبقت على الارض.
وفعلا خليت شغلي كله نهاري. صديقي احكي لك على حاجة انا افتكرتها وانت بتحكي. انا كيونس بقى كنت في اكتوبر، انا بيتي القديم في 6 اكتوبر، فمن مدة حوالي قبل رمضان اللي فات كان معايا صديق ليا، قلت له انا نفسي اشوف بيتنا القديم، هو اتباع، قلت له انا عايز اشوفه، عندي ذكريات كده امي بقى قال لي طيب تعالى اوديك. هو كان قريب من المنطقة الصناعية اللي هناك، فايه اول ما رحت بقى عارف الذكريات الحلوة، وكنا زمان ساكنين هنا في الحي ده من كام سنة والجو ده، فلقيت الطرق اتغيرت جدا وكباري وحاجات وشوارع اتغيرت، فتهنا علشان نوصل للبيت القديم. وبقى يا معلم لقينا نفسنا فين؟ في المنطقة الصناعية. المنطقة الصناعية بالنهار حياة ما بعدها حياة، بالليل دي تعمل لها حلقة مخصوص من برنامج بعد أن يغادر الجميع اللي احنا بنعمله. بقينا ماشيين وكأنك ماشي في مدينة الأشباح. الستورز بتاعت والاوتلت بتاع المنطقة الصناعية كلكم أكيد عارفينها، يعني المناطق الصناعية في حتت كبير، أكتوبر والعاشر والعبور، فتلاقي المصانع كده وتلاقي قدامها حتة صحراء. طول ما كنا ماشيين بالعربية أنا شايف ناس بتجري في المنطقة بتاعت الصحراء الضلمة، واللي منعكس عليها يدوب نور عمدان، نور بسيطة جدا. أنا شايف والله شايف ناس بتجري. قلت له اسلام اركن اقف يا اسلام لو سمحت. أول ما وقفت لا هقول لك بقى وقف ولا مش شايف حاجة، الدنيا فاضية. قلت له اسلام اتحرك تاني، اتحرك، شفتهم بيجروا تاني. قلت له لا انت بص بقى معايا، بص ركز معايا، هو ده بيتهيأ لي ولا ده ايه؟ فبص قال لي لا في ناس بتجري. وخلي بالك المنطقة اللي انا بتكلم فيها كبيرة جدا جدا، المصانع كلها هص سكتم بكتم، الصحراء اللي قدامها طبعا مخيفة جدا. ما بقتش فاهم ده ايه ولا حاولت ازود يعني ايه. بصوا يعني جو طباخ السم بيدوقوا، لا انا ما عنديش استعداد ان انا اتلبس اكتر باللي انا فيه. بس يا باشا ده الموقف اللي مريت بيه في المنطقة الصناعية. ما حدش خاف من الشغل، ها الشغل كله رزق ربنا يعني. كلنا متعودين على المصيف وزحمته والصيف والبحر وناسه. رحت مدينة ساحلية في الشتاء عشان أخلص شغل في هدوء. قال لك أصل المدينة دي في الشتاء إيه؟ مدينة الأموات. وكانت غلطة يونس، كلها فاضية، شكلها مخيف، شبابيك مقفولة، شوارع واسعة من غير بني آدمين، وصوت الهوا يرعب، وجو تلج زمهرير. البيت اللي انا كنت رايحه كان في دور ارضي مرتفع قدام البحر بشارع واحد. اول يومين الدنيا هاديه وانا فعلا رايق جدا. تالت ليله سمعت زي كأن حد بيحدف رمل على شيش البلكونه. الهوا بقى ونوات والحاجات دي ولا ايه؟ مفيش شويه وسمعت خبطتين على باب البلكونه. مش خبط هوا، ده خبطتين ورا بعض على باب البلكونة. والخبطتين قلت لنفسي بعدهم هوا عادي، ايه المشكلة يعني؟ برضو ده هوا. والله ما انا قايم ولا فاتح، اتحرقوا يلا بره. شوية ودخلت المطبخ وسمعت صوت سحب الكرسي في البلكونة، جرة الكرسي في البلكونة كده سمعته بيتجر. قلبي وقع في رجلي. قربت من شيش البلكونة وبصيت من فتحة صغيرة، ما شفتش حاجة، بس شفت واحد من الكراسي مقلوب على الأرض.
وانا لسه باصص سمعت من تحت البيت صوت صفارة قصيرة. الصفارة اللي الناس بتستخدمها علشان تنادي على حد كده من تحت لفوق، يعني يا صاحبي ويا مش عارف ايه. الشارع كان فاضي وصوت الصفارة مفروض عادي لكنه كان بيخوف. اترعشت، شعر جسمي وقف ودخلت جري على السرير وما نمتش. الصفارة والتصفير مكمل وفضلت قاعد واقول خلاص بقى خلاص. قبل الفجر سمعت صوت جري خفيف قصاد الباب من بره، بني ادم بيجري، صوت حد بيجري رايح فين؟ انا عارف ان انا لوحدي في الحته دي. وطلع النهار وفتحت باب البلكونه، لقيت على التراب اللي متجمع على الارض اثر رجلين لطفل حافي. طفل. تاخد دي بقى عندك، ازيدك مش شعر بيت. انت شكل الرجلين بيبين لك اتجاه الرجلين. اتجاه الرجلين كان داخل جوه الشاليه اللي انا كنت فيه. يعني الطفل ده دخل، لميت شنطتي حاجتي، سلام عليكم. مكملين تجارب حقيقية، وشعارنا دوما في تجارب حقيقية العهدة على الراوي. صاحب التجربة بيقول لنا أنا عمري ما كنت مقتنع بمواضيع السحر، كنت دايما شايف ان اي بيت ممكن يخرب من غير ما اي حد يدفن عمل وطلسم ورقة تتربط بخيط وحجاب معرفش ايه، لان الكلمة تخرب وتبني. وبصراحة يا يونس يعني احقاقا للحق كنت دايما لما اسمع القصص بتاعتك اقول ايه، يا سلام يا سلام، هما يعني ما فيش حاجات بتحصل غير عند العرب؟ الاجانب ما بيحصلش عندهم ليه يا يونس السحر؟ اسمح لي يا صاحبي ارد عليك واقول لك انت جبت منين ان ما بيحصلش؟ ابقى شوف اكسرسيزم اوف اميلي روز. الفيلم ده من اكثر الافلام رعبا في تاريخ السينما العالميه. اكسرسيزم اوف اميلي روز بيتكلم عن بنت اجنبيه اتمست بعشائر وقبائل كامله من الجن، واحد القساوسه هو اللي كان بيحاول يخرج الجن من عليها. وافلام اللي بتتكلم عن طرد الارواح، الافلام الاجنبيه دي مفيش اكتر منها. فحته ان الجن ما بيطلعش غير للمصريين والعرب دي يعني اسمح لي اختلف معاك فيها شويه. احنا بس مركزين اكتر 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 يعني، لكن كل حاجه فيها. وغير بقى ثقافتهم والموروثات بتاعتهم والحاجات الغريبه اللي عندهم يعني. نرجع لكلام صديقنا، بيقول انا شايف ان الكلمه هي اللي تخرب وتبني حياه. بس اللي حصل يا يونس خلاني اصدق بقى ان في حاجات تخرب غير الكلمه. ابويا وامي كانوا طول عمرهم بيتخانقوا زي اي اتنين متجوزين بقالهم سنين، خناقات وبتعدي. بس من سنه الجو في البيت اتقلب، توتر وكهرباء، الدنيا مكهرباء جدا. عارف بتحصل امتى؟ مجرد ما الاتنين يقعدوا مع بعض في مكان واحد. طول ما هم بعيد عن بعض، طول ما احنا تمام والله العظيم وهم تمام، يشوفوا خلقة بعض هاتك يا زعيم. امي تطلع من المطبخ تشوف ابويا، العفاريت تركبها فتزعق وتتخانق. ابويا يرجع من الشغل فيشوفها وشها يقلب فيتخانقوا. بس كان دايما توقيتات الخناقات بعد العصر وقبل المغرب. وما اعرفش انا بس ركزت لقيتها ما بين العصر والمغرب. فمره كنت راجع متاخر، لقيت امي قاعده لوحدها في الصاله ساكته وبص على الحيطه وقالت لي بصوت واطي، انا بقيت اول ما اشوف ابوك جسمي يتنفض، انا مش عارفه جري لي ايه. مفيش نص ساعه وابويا دخل، وقبل حتى ما يخلع الجزمه وقف في نص الطرقه وقال ريحه البيت بقت بايخه وحشه قوي. عايز اقول لك يا يونس والله ما كان في ريحه، ده ريحه اكل الغدا، وكان اكل حلو على فكره. بدات اخد بالي من حاجات تانية بقى. نلاقي تحت السفره قماش معقود او خيط فيه كلاكيع، عقد عقد عقد. ومره لقيت شعر ملفوف حوالين دبوس في المطبخ. اكتر ليله خفت فيها لما صحيت على صوت خبط خفيف في المطبخ، خفيف قوي قوي قوي، كأن حد
بيخبط عشان محدش يسمعه والله. وبعد كده سمعت كأن في حد بيحط حاجة على الرخامة بالراحة. قمت اشوف في ايه، لقيت المطبخ مضلم، نورت النور وشفت على الارض قدام عتبة الباب من جوه شوية طبق مقلوب، وفي رز مرشوش حواليه، طبق مقلوب على وشه مكفي زي ما بيقولوا كده، وحواليه رز مرشوش. ماما حلفت انها ما تعملش ده، وكانت متهمانه يعني ايه صحيح يا امي هتعمل ده ليه؟ وابويا برضو نفس الموضوع. مطبخنا فيه بلكونه، والمشكله ان البلكونه كانت مقفوله من جوه بالترباس، يعني محدش هيدخل. مين اللي هيدخل يعني عشان يقلب طبق ويرش حواليه شويه رز؟ خد بقى حاجات اغرب، مراوح تبوظ من غير سبب، مروحه بتلف بالعكس، ودي كانت اعجب حاجه حصلت. المروحه شغاله طول عمرها زي الفل، فجاه وهي شغاله وقفت ولفت الناحيه التانية. عارف الشفاط لما تشد الحبل وتغيره؟ هي عملت كده. تكسير بقى كوبايات كتير كتير قوي. مهما حاولت اقنع نفسي ان كل ده ضغط وتوتر او خيالات، كان في احساس جوايا كبير بيقول لي لا لا لا، في حاجه في البيت مش مظبوطه. خد بقى دي، ابويا وامي اتطلقوا بعد 20 سنه جواز. ما كنتش احب يا يونس ان انا اقول لك النهايه كده، بس هو دي النهايه اللي حصلت. طب صديقي صاحب الرساله، انتوا ما حاولتوش تروحوا لحد، تكلموا حد، تشوفوا حتى مستشار علاقات زواجيه والكلام ده يتكلم معاهم، او تروحوا لشيخ عشان محدش يزعل مني؟ هل الموضوع متاح مطروح للنقاش؟ تحب اتدخل؟ تحب اكلم والدك؟ بجد انا عندي استعداد يعتبرني اخ لي، ويمكن نشوف في حاجة نعرف نوصل لها. تجارب حقيقية ولا عهدة على الراوي. صاحب التجربة بيحكي وبيقول أنا اتجوزت وأنا مقتنع أن توتر ليلة الفرح شيء طبيعي. كل الناس بتتوتر، رجالة وستات. كل الناس تقول لك ما تفكرش كتير فتفكر أكتر. لكن أنا اللي حصل معايا مش ده خالص، مش توتر عادي، توتر مستمر وخانقني ومخليني حاسس ان في حاجة بتتعمل فيا وانا صاحي. من اول ليلة حسيت ان انا جسمي مقفول ومخنوق ومش عارفة اتنفس، وتوتر وقلبي عمال يدق. كل ما احاول اهدأ اتوتر اكتر، كل ما اقنع نفسي ان في ايه مفيش حاجة لده كله، الاقي قلبي يدق بعنف اكتر. محدش يتريق عليا، كان جسمي ساقع وايدي ساقعة وقلبي مقبوض. الكلام كان بيني وبين مراتي ان طبيعي في الاول نكون، لان هي كانت مرعوبة اكتر مني بالمناسبة، لكن الموضوع دخل في حتة خوف. لقيت مراتي بتسألني سؤال عمرها ما نطقت بيه، وقالت لي هو انت لما بتنام بالليل بتسيب السرير وانا نايمة وحد تاني يجي مكانك؟ تلاقيه انا بصحى من النوم بلاقي واحد مش شبهك خالص. انا كنت متوتر، لا انا دخلنا دلوقتي في مرحلة الرعب بقى. الموضوع زاد لما بقينا نسمع ناس بتتكلم من بره، مش من بره الشقة سامعينهم، لا 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 لا، الناس بدأت تتكلم وكأنهم عارفين اللي بيحصل في الشقة. الله. واحد صاحبي قال لي الموضوع بتاعكوا اتعرف. قلت له يعني ايه اتعرف؟ قال لي في حد كلم الناس وحكى لهم ان انتوا زي الاخوات. طبعا يا يونس الموضوع ده فضيحة ما بعدها فضيحة، وانا بني ادم سوي جدا وبحب مراتي جدا، لكن في حياتنا حاجة غريبة حصلت وقلبت الحياة 180 درجة. صليت قضاء الحاجة زي ما حد نصحني،
وحلمت وشفت رؤية بدأت أربط من خلالها باللي بيحصل بحاجة كانت بتحصل قبل الفرح. الحاجة دي كنت كل ما أدخل أوضتي ألاقي ريحة بخور نفاذة وقوية ومستفزة جدا. سألت أمي قلتها ماما هو أنت كنت بتبخري البيت قبل جوازي؟ قالت لي ولا ببخر ولا أنا كنت في إيه ولا في إيه. ومرة لقيت أمي وهي بتنظف الأوضة مطلعة كيس صغير أسود بتقول الكيس ده وقع تحت سريرك. قلت لها معرفش ده إيه. فتحته لقيت فيه حاجة زي حصى كده وتراب متحجر ومربوط بخيط. قلت أكيد عارفين الحاجات بتاعت المواد الحافظة اللي بتتحط في الهدوم والحاجات دي، قلت أكيد دي حاجة من دي يعني. ولقيت واحد تاني شبه نفس الكيس محشور في هدومي في الدولاب. فقلت أكيد ده هو بيبقى اسمه نفتالين تقريبا، نوع منه يعني. وفي ليلة صحيت على صوت حد ماشي بهدوء في الطرقة بره الأوضة، بيتمشى عادي جدا ولا بيدبدب ولا حاجة، كان ماشي خطوات عادية جدا. بصيت لقيت مراتي موجودة. صوت من أول الصالة لحد باب الأوضة، وقام جاي عند باب الأوضة وسمعت كأن حد بيزق الباب بتاع الأوضة عايز يدخل، ما بيحاولش يفتحه، هو في زقة. عارف لما يبقى في هوا شديد، عارف لما يبقى في زلزال مثلا. عايز اصحي مراتي لساني معقود، انا جبان اكتر منها بصراحة. كنت سامع صوت دقات قلبي والله العظيم. ما حاولش يفتحه الباب، ما تحاولش انه يتفتح، بس هي مجرد الزقة دي وكأن في حد مش عارف يفتح الباب فبيخبط بجسمه ممكن في الباب. فضلت مركز مع الصوت والحركة دي مستني اي حاجة تحصل، بس كل حاجة سكتت. شوية والصوت رجع تاني ورجع قطع تاني. قلت ما بدهاش، رحت عند باب الأوضة وفتحته وبصيت بره. كل حاجة عادية، كل حاجة في مكانها، مفيش أي حاجة. الصبح بقى لما خرجت بره فتحت باب الشقة كلها، قلت هوي الشقة. مش عارف، في حاجة بتقولي إن المشكلة مش فيها لوحدي. لا عارف أروح لشيخ ولا نفسي أروح لدكتور نفسي ولا قادر أعمل أي حاجة. لحد ما نزلت أصلي المغرب، قابلني واحد شكله ربنا مديله سماحة وقبول على وشه قوي. بعد ما خلصت الصلاة وخلاص ولسه هقوم، لقيت حد بيقول لي خد يا ابني تعالى. وشه بشوش لدرجة ان ما ينفعش تقول له لا. قلت له خير؟ نعم. قال لي تعالى اقرا سورة ياسين. قلت له ليه؟ قال لي اسمع الكلام. قريت سورة ياسين. قال لي اقرا المعوذتين، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، اقرا كل واحدة فيهم 7 مرات. قريت. قال لي قرب مني، وقام حاطط ايده هنا، فضل يرقيني يرقيني يرقيني. كنت مرتاح راحة، بس اللي كان غالب عليا عمال اتاوب وعناية بتدمع، عمال اتاوب وهموت وانام. قال لي اطلع يا ابني وربنا يصلح لك حالك في بيتك. وفعلا يا يونس ربنا صلح حالي. وما عنديش تفصيلة يا يونس اقولها لكم اكتر من كده. تجارب حقيقية ولا عهدة على الراوي. وصاحب الحكاية بيقول انا عارف ان الحكاية نفسها تبان مستهلكة وكل ما احكيها لحد بس بحس يعني ممكن يحس ان احنا داخلين على حكاية ربع كم، بس اللي مريت بيه معرفش اسميه اسم تاني، ولو شلنا منه كلمة جن هيفضل نفس الاحساس ان فيه وجود غريب وقريب باستمرار.
كنت ساكن لوحدي في شقة صغيرة إيجار قديم في دور عالي ومكان هادي أوفر. أول كام أسبوع كانوا طبيعيين جدا لحد ما بدأت أصحى كل شوية حاسس إن في حد نايم جنب مني ولسه بيقوم دلوقتي حالا، أو لسه نايم حالا قايم في اللحظة دي، لدرجة إن أنا بصحى على هزة سرير إن حد نايم جنبك وبيقوم. عارف لما سرير يقوم منك كده، وممكن توصل لمرحلة الصوت زي ما سمعنا، وتبص على المرتبة تلاقي هابطة من الناحية التانية والملاية متكرمشة. قلت أكيد أنا برفص بقى وأنا نايم، ولا بعمل حركات وأنا نايم، فممكن عادي بتقلب كتير. لكن كنت لما أصحى من النوم فجأة بشم ريحة غريبة قوي. لا عارف أقول ريحة وحشة، لا هي ريحة بس مش وحشة، ريحة برفان حريمي تقيل. تخيل تصحى من النوم تحس ان كان في حد جنبك على السرير وتشم ريحة برفان حريمي. بقيت ادخل الناس يشموا الأوضة، المعارف يقولوا مش شامين حاجة. خد بقى الأحلام، بشوف واحدة واقفة من بعيد لكني مش عارف اوصل لها. كل ما بتحرك لا الشارع اللي هي واقفة فيه عشان اروح لها تبعد، بس انا عارف انها واحدة ست. وفي الحلم بشم نفس الريحة بتاعت البرفان اللي بشمه في الأوضة. سألت في كذا حاجة وفي كذا مكان وكذا حد، وكان الرد دي حاجة اسمها الجنية العشقة. معرفش تعشقني على ايه يعني، ما علينا يا يونس، بس ده اللي اتقال لي. وفي يوم وانا في حالة ما بين الصحيان والنوم حسيت بنفس الاحساس بتاع المراية انها كانت هابطة وطلعت، بس المرة دي انا لما بصيت جالي الجاثوم. لا عارف اتحرك ولا عارف اتنفس ولا عارف اعمل اي حاجة، انا بتنفس بالعافية، حتى عينيا برمش بالعافية. في اللحظة دي حسيت بايد ماشية هنا بالراحة على راسي في وسط شعري. انا كل اللي كنت بحلم بيه في اللحظة دي ان انا اقدر اتحرك عشان اقوم انط من الشباك. مش هستنى افتح قوة، انا هنط حرفيا من الشباك. لكن الحالة طولت، وحالة شلل النوم دي طولت، لدرجة ان انا لما فقت منها لقيت النهار طلع وكأنه كان كابوس. من بعدها بدأت الاحظ ان اي بنت بحاول اتقرب منها علشان اتعرف عليها او اي حاجة يعني، بتنفر مني بطريقة غريبة، نفور مفاجئ، تجاهل، برود. واحدة منهم انا ما ينفعش اقول كده على نفسي، بس هقول لكم اللي قالته. قالت لي ان انا لما بقف اتكلم معاك ريحتك بتبقى وحشة قوي. انا من الناس الموسوسين في النظافة يا يونس، انا ممكن استحمى في اليوم مرتين وثلاثة. يعني هي اتهمتني اتهام يعني نيل لي الدنيا اكتر ما هي متنيلة عندي. بقيت ابعد اكتر وقت ممكن عن الشقة واقعد في الشغل على قد ما اقدر، بس اول ما ارجع واقفل الباب ورايا كل الاحساس القديم يرجع. عايز تاخد حاجة كمان؟ مجرد ما برجع وافتح باب الشقة الاقي ريحة البرفان اترشت جنب باب الشقة بالظبط، وكأن كان في حد واقف قدام الباب مستنيني. اصعب حاجة في الموضوع ده كله انك مع الوقت بتفضل مش عارف تمسك دليل مادي، وشوية بتبتدي تبطل تدور على الدليل ده. بتبقى عارف ان محدش هيصدقك ومحدش هيشوف غيرك ولا هيحس بوجود اي حاجة غيرك، وان الرعب الحقيقي مش ان حد يظهر لك، لا لا لا، الرعب الحقيقي انك تحس بكل الحاجات دي لوحدك وجواك سؤال: اشمعنى انا؟ اشمعنى انا؟ ما تنسوش حلقات بعد ان يغادر الجميع. حلقات موجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب، مجموعة من الحلقات المصورة والميكست والممزوج معاها الاي اي. أتمنى حضراتكم تشوفوها. عملنا حلقة في الملاهي، عملنا حلقة عن بعد أن يغادر الجميع، عن المستشفيات، عن دار المسنين، لسه عاملين غرفة الإعدام، ودي من الحلقات
المقبضة جدا بجد، اتمنى تشوفوها. هي هتلاقي بعد ان يغادر الجميع غرفة الاعدام. هم حوالي 6 أو 7 حلقات اللي نزلوا لحد دلوقتي، وعملنا حلقة برضو عن المقابر، فياريت تتابعوها. هي متصورة مش صوتية، فاتمنى يعني تقولوا لنا رأيكم فيها. اشتغلت فترة مراقب أمن في مدرسة خاصة لسه جديدة في التجهيز، ولسه مش كلها شغالة، وكانت مهمتي ألف على الأدوار بالليل وأتأكد إن كل حاجة تمام. المدارس بالليل غريبة يا يونس، وخصوصا وهي فاضية. صدقني بقى ما تصدقنيش، خد المعلومة دي من الطلبة يا يونس. قول لهم المدارس بالليل عاملة إيه، واسأل المدرسين. بالليل الصبح نفس الفصول بتبقى مليانة صوت وضحك وحركة، لكن بعد المغرب بتتقفل كأنها صناديق مقفولة. سبورات سودة أو بيضة وكراسي مترتبة، كله ميت. أول أسبوع عدى عليا، وبعدين ابتديت أسمع حركة في الدور الثالث، ولما قرب أسمع صوت طباشير على سبورة. ده ما كانش بيحصل، لكن 2-3 في الأسبوع كفاية يموتوني. فمرة فتحت فصل، لقيت على السبورة شرطتين قصيرين. قلت حد كتبهم قبل ما يمشي. مرة تانية وانا بعدي جنب معمل الكمبيوتر، سمعت صوت نقر كده، وعارف تكتكة على الكيبورد. ده في حد فاتح كمبيوتر وقاعد يشتغل على الكيبورد. نعم، كيبورد ايه اللي شغالة دلوقتي؟ لوحة مفاتيح اجيبها لكم منين؟ الباب كان مقفول والنور مطفي، ولما فتحته ما لقيتش غير لمبات الأجهزة الصغيرة بتنور وتطفي، بس صوت الكيبورد أنا لسه سامعه، كأن حد بيكتب. ده بيرزع مش بيكتب، بترزع ايه الله يخرب بيتك. بس وانا خارج لمحت في شاشة جهاز في آخر الصف انعكاس حد واقف عند الباب. اتلفت بسرعة بس ما لقيتش حد. بلغت المدير، فالمدير قال لي ان المدرسة جديدة ووارد ده يحصل، وما تكبرش الموضوع وكبر دماغك. قلت له يعني ايه المدرسة جديدة ووارد ده يحصل وما كبرش الموضوع واكبر دماغي؟ هو المدارس الجديدة لازم الحاجات دي تحصل فيها؟ في اخر ليلة قبل ما اسيب الشغل، ايوه انا سبته، كنت ماشي في طرقة في الدور الاول وسمعت بوضوح صوت جرس بيضرب. رجعت جاري على اوضة تانية، وانا راجع عديت جنب فصل كان بابه موارب سنة، افتكرتش انه كان مفتوح قبلها. سمعت من جوه الفصل صوت خرز بيدلق على الارض، وهنا انا لا بصيت ولا قربت وكملت على طول طريقي، وكان القرار ان انا اسيب الشغل، وقررت ان انا ما اشتغلش في اي حاجة تخص التعليم ولا المدارس بالليل يا يونس. وارجوك يا يونس اعمل لنا حلقة من بعد ان يغادر الجميع المدارس. حاضر. صاحب التجربة بيحكي وبيقول لنا تجربة جديدة. في فترة من الفترات كنت بروح كل يوم أشرف على شقة بتتشطب. الشقة كانت في عمارة جديدة أغلبها لسه مسكنش، والدور كان كله تقريبا فاضي. العمال يشتغلوا من الصبح للمغرب، وبعدها أمشي أنا آخر واحد بعد ما أطمن إن كل حاجة تمام. لكن مع الوقت بقيت أكره إن أفضل فيها لوحدي بعد المغرب. الشقة وهي تحت التشطيب أصلا مش مريحة. عموما أسلاك طالعة من الحيطة، أبواب راكبة من غير الحلق، ريحة جبس ودهان وخشب، كل حاجة ما خدتش شكلها النهائي، فالشكل يعني إيه، وده في حد ذاته بيخليها مش مريحة. بس اللي حصل حاجة تانية. كنت في الحمام ببص على السيراميك، سمعت من الصالة صوت زي ما يكون حد بيدق بشاكوش على الأرض. الصوت واضح جدا، كأن حد من العمال جه وبيشتغل، وافتكرت ان حد عامل نسي حاجة ورجع ياخدها. بس حتى لو نسي هيدقدق في الارض بالشاكوش ليه؟
طلعت ما كانش في حد، الشقة فاضية، الباب مقفول من جوه والصوت سكت. بصيت على العدة لقيتها متكومة زي ما كانت. بعدها بيومين وانا راجع وبتحرك وبراجع على الأولوميتال بتاع الشبابيك، سمعت صوت من أوضة الأطفال، خبطة. دخلت الأوضة فورا بس برضو مفيش حاجة. اللي زود الخوف جوايا بجد كان في يوم شتاء والمطر جامد وشديد والدنيا غيوم. كنت واقف في الصالة، شميت ريحة مش حلوة، والريحة ما كانتش موجودة في المدخل ولا في باقي الشقة، كانت طالعة من الأوضة دي بس. دخلت الأوضة أدور على مصدر، مفيش مصدر للريحة. وأقول لك على حاجة كمان، الريحة اختفت لما دخلت. خرجت من الأوضة وأنا واقف عند باب الأوضة، سمعت من تحت رجلي تكة خفيفة تحت السيراميك، كأن في فراغ في نقطة معينة بتطرقع، وفي حاجة خبطة. سكت، ما قلتش، ما اتكلمتش، وخلصنا التشطيب وسكنت الشقة بعد شهور وكل حاجة بقت طبيعية. لكن لحد دلوقتي لما ببقى لوحدي بالليل والدنيا ساكتة عمري ما بنسى موضوع الشقة، ونفسي اتصل باصحابها اللي سكنوا فيها واسألهم. هموت يا يونس واكلمه. تفتكر ان انا صح اعمل ده ولا حرام عليا اخوفهم؟ رأيك ايه؟ لا، انا رأيي ان انت تقفل على الموضوع حضرتك وما ترعبش الناس، لان دول اكيد شقيوا ودفعوا اللي حيلتهم عشان يسكنوا في الشقة اللي انت هتخوفهم منها دي. تجارب حقيقية ولا عهدة على الراوي. تجربتي مع الجاثوم. أول مرة حصل لي كنت فاكرة إن أنا كده بموت، روحي بتطلع. وقتها ما كنتش أعرف يعني إيه كلمة جاثوم دي، ولا إيه شلل النوم، ولا أي تفسير علمي يطمني. كل اللي فاكراه إني صحيت في نص الليل وأنا واعية بكل حاجة، بس جسمي كأنه مفصول عنه الكهرباء، الفيشة متشالة. كنت نايمة على ظهري وعناية مفتوحة على سقف الأوضة، المروحة بتلف، نور الشارع داخل كده من ما بين الستارة، وسمع صوت تكتكة الساعة وكأنها يعني ايه عالي قوي. كل حاجة حقيقية وواضحة، بس انا مش قادر احرك حتى صباع واحد من رجلي او ايديا. حاولت ابلع ريقي معرفتش، حاولت ازعق وانادي على اي حد واصرخ ما قدرتش، صوتي ما بيطلعش. شوية وحسيت كأني في حد في الأوضة. أنا مش شايفة شيء مادي، مش شايفة جسم، مفيش عفريت حتى واقف، هو مجرد يقين جوايا إن في حد واقف. أيوة، في حد واقف، وأنا حاسة كويس إن في حد واقف، والحد ده واقف عند السرير وبيبصلي كمان. إحساس أوضح من أي صورة، أسوأ من أي صورة، لأن المخ بيرسم وبيخرج أكتر حاجة مرعبة في الدنيا. أنا عايز أقفل عينيا، مفيش مقدرة على ده. سمعت بعدها زي ما يكون هدوم بتترمي على الكنبة أو على السرير، وبعد ثواني السرير نفسه حسيت إنه هبط من ناحية رجلي. يعني إيه؟ يعني في حد عند رجلي قعد. بحاول برضو أطلع أي صوت أي حركة، لكن جسمي كان تقيل. الرعب هنا مش من اللي ممكن يكون موجود، الرعب من حالة العجز الكاملة اللي عمري ما جربتها. اللحظة اللي ما بنساهاش إني حسيت بنفس بارد قريب من وشي، هوا بارد متقطع بيوصلني، وأنا سامعة صوتي وسامعة صوت النفس حاسة بيه على كل حتة مني، لكن مفيش. لقيت حاجة في نافوخي، والله كأن في صوت في نافوخي بيقول لي خلاص دي النهاية. بدأت أنطق وأتكلم، أنا مش عايز أموت، مش عايز أموت. وفي اللحظة دي كل حاجة جسمي فكت. قمت مرة واحدة، قمت وقفت. عارفين الدوخة اللي بتيجي للواحد لما يقف والدنيا تسود؟ وقفت ولسه هتحرك، دخت وقعت على وشي. صدري بيوجعني جدا،
الأوضة فاضية والباب مقفول. اسمي متلج. بعدها عرفت التفسير العلمي لموضوع شلل النوم، وإن المفروض إن الواحد ما يقاومش الحالة دي ويفضل هادي، ما يعملش أي حركة مبالغ فيها، زي والعياذ بالله اللي بيغرق، يعني الحركة الكتير بتتعب أكتر أو بتغرق أكتر. حتى التفسير العلمي يا يونس اللي أنا سمعته ما ريحنيش، وما لغاش الرعب اللي مريت بيه، وما خلاش شلل النوم ما يجيليش تاني والجاثوم ما يجيليش تاني. حاولت أقنع نفسي إن دي مجرد لعبة من المخ بين النوم والصحيان. كنت كل مرة بعدها أسيب نور الأوضة شغال لحد الصبح، لأن في فرق بين إنك تفهم اللي حصل وإنك تتجاوز. حد فيكم جاله الجاثوم يا جماعة وهو نايم على جنبه؟ تجاوزت الإحساس ده يونس، أنا بسألكم وشفت لك حاجات كتيرة ولا كله بتتكلم عن حاجة اسمها الجاثوم وهو نايم على ظهره بس. وأنا اكتبوا مقتنع في التعليقات دلوقتي الجاثوم بيجي لكم انتوا إن نايمين على الجاثوم ظهركم جه. بس، ولا ساعات بيجي وانت نايم على جنبك؟ ايوه. صاحب التجربة الجاية بيقول الشقة اللي فوقينا كانت مقفولة بقالها سنين، صاحبها مسافر والمفتاح مع البواب ومحدش بيطلعها غير كل كام شهر ينظف التراب اللي فيها. كل العمارة عارفاها، وعشان كده أول مرة سمعت منها صوت ما خدتش في بالي. كان يوم خميس بالليل حوالي الساعة 1 بعد نص الليل، وأنا على السرير سمعت صوت كأن كرسي بيتسحب من على سيراميك. قلت يمكن حد بينظف. بعدها بدقيقتين سمعت حاجة أوضح زي دبدبة ناس كتير وزي ما يكون في ضيوف بقى، وبعدين ضحكة قصيرة لست وبعدها صمت. فضلت أسمع ده كذا ليلة في نفس الميعاد، مرة صوت جر دولاب أو نيش، مرة كأن في حد بيكنس، مرة ريحة بخور وحلوة قوي. في مرة سألت البواب حلف لي إنه محدش بيدخلها. وفي ليلة ما قررت أطلع أشوف بنفسي. خدت معايا كشاف الموبايل بتاعي وطلعت على السلم وانا سامع فعلا حركة والله وانا لسه طالع كمان. اول ما وصلت لباب الشقة كأن حد جوه سمع اني قصاد الباب وقرر يسكت. اترعبت، خفت، قربت ودني من الباب، ما سمعتش حاجة. شوية وسمعت صوت خافت جدا زي صوت ستارة بتتسحب بالراحة، وبعدها ريحة بخور، ريحة قوية بس المرة دي أقوى لأني جاية من جوه الشقة. خفت وقلت أنزل، وبقيت من وقتها كل ما أسمع الأصوات دي أنفض وأطنش وأكبر دماغي، لأن أسوأ إحساس ممكن تعيشه إنك تبقى ساكن تحت شقة الكل بيقول إنها فاضية ما عدا أنت، وما عدا الظروف، وما عدا الحاجات المحيطة بيك. سامع فوق تفاصيل حياة كاملة بضحك وعياط وصويت وخناقات وكله، وتيجي تسأل اللي معاك في البيت يقولك مش سامعين حاجة، مش سامعين حاجة، أنا الوحيد اللي بسمع. فالصمت في الحالات اللي زي كده أحسن. تجارب حقيقية والعهدة على الراوي. ومن سنتين رحت قعدت في بيت جدي القديم لما كنت بجهز شقتي، بيت مقفول من كذا سنة. أول ليلة بعد صلاة العشاء بشوية سمعت أول صوت، أيوة ما هم أنا هعدهم لكم. كانت خبطة خفيفة في السقف، وبعدها ب5 دقايق تزييق باب خشب من بعيد رغم إن كل الأبواب مقفولة. بعدها مشي خفيف جدا في الطرقة الداخلية. أنا في الأول قلت فران، قلت هو فران، هي فران بالظبط، بس هي الفيران بتدخل تفتح حنفيات الحمام يا جماعة؟ هي الفيران بتولع بخور يا جماعة؟ اكتر حاجة خوفتني ان الاصوات كانت مظبوطة في ميعاد ثابت بعد 11 بالليل، من 11 لواحدة، فيلم السهرة. قبل الفجر بشوية اسمع كرسي بيتحرك فوق، مع ان مفيش فوق دور اصلا، انا فوق السطوح. وفي يوم كنت قاعد في الصالة والكهرباء قطعت،
ولعت شمعة قدامي، سمعت من المطبخ صوت غطا حلة بيتقفل على الحلة، لدرجة اني اترعبت وقمت كأني هقفش حرامي. دخلت المطبخ لقيته زي ما هو، بس في نص الرخامة كان في تراب ناعم مرشوش في خط مستقيم. جدتي زمان كانت تقول البيت اللي يفضل مقفول سنين يبقى له حاجة اسمها عمار. كنت بعتبرها جملة من تراث الريف، لكن بعد أسبوع في البيت ده فهمت إن الموضوع مش تراث، دي حقيقة. إن الفكرة مش لازم تكون كائنات أو أشباح ولا جن بالمعنى بتاع السحر والأذى، بس في فعلا خلق من عباد ربنا ساكنين في البيوت ما بنشوفهمش، ولما بنسيب لهم البيوت بيتعاملوا انها بيوتهم. الرعب الحقيقي انك تبقى ضيف في بيت مفروض انه بيتك، وتحس مع كل ليلة ان البيت بقى ليه سكان غيرك، وان انت مش مرغوب فيك. شفت فيلم The Others؟ هو بيجسد القصة دي بالتفصيل. الفيلم نيكول كيدمان، أرجوكوا اللي ما شافوش يشوفوا، لأن ده واحد من كلاسيكيات الرعب النفسي في السينما الأمريكية. صاحب عمارة أعرفه طلب مني يومين كده أتابع العمال اللي بيركبوا كاميرات المراقبة عشان هو مسافر. النظام والسيستم كان جديد، والكاميرات متوصلة على شاشة كبيرة في أوضة صغيرة جنب المدخل. أنا كنت قاعد أتابع الصورة وأتأكد إن الزوايا مظبوطة. في الأول الموضوع كان مسلي، تشوف السلم، الجراج، السطوح، المداخل، ممرات قدام العمارة، كله قدامك في نفس الوقت. بعد ليلتين ابتديت أكتشف إن الكاميرات مش دايما بتطمن. الكاميرات ممكن تكون مصدر رعب فظيع. اكتر كاميرا كانت مريحة كانت بتاعة المدخل، ناس داخلة وناس طالعة، الموضوع واضح. اكتر واحدة كنت بكره ابص عليها كانت كاميرا السطوح. السطوح فاضي، ما فيهوش حاجة تقريبا، شوية مواسير وخزان وحبل غسيل قديم. وانا لوحدي في اوضة المراقبة لمحت في شاشة السطوح خيال عدى بسرعة على طرف الكادر، مش جسم واضح، بس مجرد حاجة عدت على زاوية الصورة واختفت. قطة؟ وارد. رجعت الفيديو مالش حاجة، مفيش أصلا حاجة، الصورة ثابتة هادية. فضلت أراجع مرة واتنين وتلاتة، مفيش. نص ساعة وأنا باصص على شاشة الجراج شفت باب السلم عند الأرضي بيتفتح. استنيت حد يخرج، محدش خرج. الباب فضل متوارب وبعدها بشوية قفل بالراحة. قمت اتاكد بنفسي، نزلت الجراج، بصيت للسلم، كل حاجه طبيعيه. وانا راجع لاوضه المراقبه كان عندي الاحساس السخيف ده، انك طول ما انت بره في حاجه جوه الشاشه تقدر تتحرك من غير ما انت تشوفها. الموقف بقى اللي ما نسيتوش حصل اخر الليل. كنت بشرب شاي وببص على الشاشه اللي فيها ال4 كاميرات. لقيت في كاميرا السلم في الدور الثاني تحديدا نور حساس الحركه اشتغل، السنسور. النور ده ما بينورش الا لو حد عدى. فضلت مستني اشوف مين اللي ما ظهرش او مين اللي ظهر، مفيش. 10 ثواني والنور ده طفى ورجع يشتغل السنسور والحساس ده تاني. نفس الدور، نفس الفراغ. المرة التالتة وانا مركز قوي في الشاشة حسيت ان في حد هو اللي بيراقبني مش انا اللي براقبه. ده احساس، ما شفتش حاجة، بس عارف ان انت لما تكون حاسس ان في حد مركز معاك. من يومها فهمت ان الكاميرات مش وسيلة امان على الاطلاق. وجيت يا يونس انت كملت علينا برنامج بعد ان يغادر الجميع، بصمت بال10 ان كل اللي شفته حقيقي. طب صديقنا شاف بعد ان يغادر الجميع، انتوا شفتوه؟ ادخلوا على يوتيوب على القناة عندنا، قناة احمد يونس، واكتب بعد ان يغادر الجميع، صدقوني هيعجبكم الحلقات. تجربة كمان. زهقتوا مني ولا لسه؟ لو زهقتوا قولوا عشان نريحكم.
انا حصل لي اكتر من موقف مرعب، لكن اكتر موقف رعب عرفته في حياتي كان بعد وفاة تيتا. مش لحظة الوفاة نفسها، الرعب الحقيقي بدأ بعد ما الكل مشي والبيت رجع هادي وبقينا نطلع ننظف ونرتب حاجتها. البيت اللي كنت بدخله طول عمري اشم فيه الاكل الحلو واسمع القرآن واسمع صوت الشيخ محمد رفعت وحاجات حلوة وصوت التلفزيون العالي عشان هي تسمع، بقى فجأة ساكت، السكوت وحش، سكوت اللي هو فيه حاجة ناقصة، فيه صوت ناقص، والبيت كله عارف انه ناقص. انا اللي كنت بطلع دايما ارتب الهدوم في الدولاب وانضفها كأنها عايشة بالظبط. اول ما فتحت اوضتها شميت ريحتها، الله، لما حد غالي نفقده ونشم هدومه، نفس بودرة الجسم بتاعها، نفس البرفان اللي هو بتاعها، نفس القماش المتخزن. الريحة دي لوحدها كانت كفاية تخليني أعيش أجمل لحظات. صاحبة الريحة دي بس السؤال اللي كان بيجي في بالي، هي فين دلوقتي؟ هي راحت فين؟ هي موجودة فين في اللحظة دي؟ السؤال ده يونس بيجنني. هي الناس اللي ماتت وكانوا مالين حياتنا هنا وهناك فين في اللحظة دي؟ فين بجد؟ الموقف اللي رعبني اكتر وخلاني زي ما بيقولوا كده اتخشبت في مكاني، في دولابها وانا بفضي كان في رف فوقاني كده صعب اوصله. شديت الكرسي وقفلت الباب ورايا عشان التراب ما يطلعش للصالة. وانا فوق الكرسي سمعت من بره الأوضة صوت شبشب تيتا، كان ليه طرقعة مميزة قوي، السحبة الخفيفة على الأرض البطيئة. ياه، مرة واتنين وتلاتة، والصوت وقف قدام الباب. حالة الحنين اللي عندي اتحولت بقى خلاص. فضلت سامع ضربات قلبي وصوت الشقة من بره سكون تام. بعدها بثواني سمعت تكة المفتاح في الباب، تكة واحدة، كأن حد مسك المفتاح ويا بيقفل عليا من بره يا بيفتح، تكة واحدة. رحت عند الباب، وقفت، مفيش حاجة عملت تاني. فتحت الباب اتفتح عادي. قلت اكيد ماما في المطبخ، هي ممكن جت كانت عايزة تدخل، مش عارفة. خالتي موجودة في الصالة، مفيش حد قدام الباب. انا من الوقت ده وانا مقتنعة تمام الاقتناع ان البيوت بعد وفاة اهم شخص فيها ما بترجعش ابدا زي الاول. كل بيت فقد حد، خليني اقولك، بيزعل عليه. كلنا فقدنا ناس، وكلنا راح مننا ناس غالية قوي علينا. ايوه، البيوت بتزعل على اصحابها. ايوه، في حاجات غريبة بتحصل بعد ما بيموتوا. ايوه، ما تحاوليش تدوري على تفسير لانك مش هتلاقي تفسير. انا بعد وفاة ابويا وبعد وفاة ماما الله يرحمهم الاتنين، بعد كل واحد فيهم كان في شواهد كتير بتحصل. يمكن عشان انا ليا باع في القصص والحاجات والماورائيات، كنت ما باخدش الموضوع زي ما يقولوا مرعب قوي يعني. بس لا، كان في حاجات بتحصل، حاجات كتير كمان.